الكيكة الترند اللي ما بقى أحد ما دز لي حتى أجربها وأنطيكم رأيي بيها، تجربوها لو لا؟ كيكة أحمد الزاملي بالشكل الحرفي. هاي النتيجة والطريقة، وراح أقول لكم رأيي الصريح وأقيمها بنهاية الفيديو. اشتهرت هاي الكيكة لأن مكوناتها كلها جاهزة وسهلة. نحتاج كيك شوكولاتة جاهز، قطعته وفرشته بالباركس بهذا الشكل. سقيته بحليب الكاكاو بهاي الطريقة. نتركه على صفحة ونحضر الصوص الأبيض. على هذا البايركس والكمية نحتاج ظرفين كريم شانتيه وعلبة كاملة حليب مكثف، نص علبة جبن كريمي أو جبن كيري، علبتين قشطة ولازم تكون نوعية مضبوطة مثل قشطة لونه، نص كوب حليب بارد، ونخلطهم كل زين. يصير عندي صوص كريمي مباشرة ننزله على الكيك ونتركه على صفحة. للطبقة الثانية نحتاج كاكاو نذوبه مثل هذا، والقشطة شي ضروري مو بس بهاي الوصفة، بكل الوصفات، فاستخدمت قشطة لونة اللي تكون خاصة للحلويات. والطبقة الكرانشي اللي تكون مقرمشة انا استخدمت نكسويك، ونزل عليهم شوية كاكاو مذوب بالمايكرويف ونعطيهم خلطة سريعة، وننزل عليهم خاشوقتين كاكاو باودر ونعطيهم خلطة كلش قوية. بعد ما ذوبت القشطة والكاكاو بالمايكرويف ننزل الطبقة الثانية وننزل عليها الكرانشي. وزعتها بهالطريقة وجهزت عندي. رأيي بيها تستحق التجربة، قوامها كريمي على كريسبي كلش طيبة، وتقييمي 10 من 10.